بس تخيل لي شكل العراق من غير خور عبد الله يا حبيبي، وراح تعرف الكارثة اللي احنا بيها. يعني لا استيراد لا تصدير، لان 90% من البضائع العراقية تتعدى من خور عبد الله، لان خور عبد الله المنفذ البحري الوحيد للعراق. اذا راح العراق. لذلك اي شخص وقع على هاي الاتفاقية المذلة راح يجي يوم ويتحاسب. اي شخص فرط بشبر واحد من الاراضي العراقية راح يجي يوم ويتحاسب. لذلك يا حكومتنا الرشيدة، حل الموضوع قبل لا الشعب يحله بايده. عيني وما عيني انتم، فدوى قلبكم لا تكبرون الشغلة. ميناء الفاو من غير خور عبد الله كل شي ما يفيد، لا بينا ولا بمينائنا. وعرفنا هسه شنو السبب من بنا ميناء مبارك. لذلك يا حكومتنا الرشيدة، مثل ما وقعت بال2013 اجا الوقت اللي تحلين الموضوع. اي شخص يتنازل عن شبر واحد من الاراضي العراقية راح يجي يوم ويتحاسب. عيني وما عيني انتم، وبالسلامة اغاتي.